السلام عليكم. في اللقاء اللي جرى ما بين اتحاد تورقة ونهضة بركان، شوف الطريقة واللقطة اللي جا عليها الهدف الأول. شوف معايا دابا المسجل الهدف كيفاش هذا كيبقى بدون حراسة، كيبقى بوحدو تما وسط الخطوط، خط الدفاع وخط الوسط ديال اتحاد تورقة. والمسافة والمساحة اللي كاينة عند اللاعب اللي غادي يقوم بتمرير مربع العمليات. راه ما يمكنش خاصة هذاك اللاعب اللي هو كيمتاز بمهارات في التسجيل، تخليه بهذه الطريقه هذه. هنا كنشوفوا حتى ملي دخل مازال المربع العمليات باقي بوحدو، ونشوفوا اول مدافع اللي قريب ليه حتى هو واقف على مشارف مربع العمليات. فهنا لاعبي اتحاد تورقه خلاو فيها صراحه، لان باش تخلي لاعب بحال هذاك متمرس وكيعرف الاتجاه ديال المرمى تخليه بدون رقابه، هذه خلاو فيها بهذا المعنى هذا لاعبي اتحاد تورقه. نفس الخطا عاوتاني، يعني اللاعبين ما تمكنوش، كانت الكره داخل مربع العمليات، لاعبين اتحاد تورقه ما تمكنوش من ابعادها بالطريقه الصحيحه. وكنشاهدوا هنايا في هذه الصوره اللاعب مسجل الهدف، نفس اللاعب اللي سجل الهدف الاول، وحيد دون رقابه، ما كاين حتى شي مدافع قريب ليه. هادشي كي يتعاب على دفاع اتحاد تورقه صراحه، اللي ما مفهومش هاد السنه هادي. السنه الماضيه كان الدفاع كان كيكون واقف مزيان بهذا المعنى هذا. هاد السنه هذه رغم الانطلاقه الصحيحه، فوزين يعني في المقابلات اللي دازوا، ولكن في هذه المقابله ضد نهضه بركان اللي ما سرقش يعني الفوز ديالو. نهضه بركان كيستحق الفوز، عنده تركيبه بشريه في المستوى. فكان تساؤلات وملاحظات على خاصه على الوقوف والتمركز ديال اللاعبين في وسط الميدان والدفاع. هدف تقليص الفريق اتحاد تشواركا، كنشوفوا هنا كانت تمريره طويله للجناح للامام. وكنشوفوا الاخطاء اللي قاموا بها لاعبي نهضه بركان. هنا كنشاهدوا في هذه الصوره هذه كاين يعني خطين الدفاع والوسط 4-4، كيفاش واقفين، والمسافه والمساحه اللي كاينه ما بيناتهم، واللاعب مسجل الهدف كيفاش كيتمشى صوب مربع العمليات بدون رقابه. حتى شي واحد ما مدها فيه بهذا المعنى هذا. ملي غادي تنفذ العرضيه غيلقى الكره امامه وغادي يسجل بها هدف تخليص الفارق في هذه المقابله. من زاويه اخرى غادي نشوفوا المسافه كيفاش كانت، واللاعب على مشارف مربع العمليات وحيد. حتى شي واحد يعني ما فطن لهاد المساله هادي. كيكون هادو اخطاء دائما في تقدير الكرات عند المدافعين داخل مربع العمليات، لان اي لاعب داخل مربع العمليات من الخصم كيخص تكون عليه الحراسه اللاصقه واخا الكره ما ملعوباش في الاتجاه ديالو. فكان هذا خطا بالنسبه للفريق نهضه بركان، كان هدف جميل بالنسبه للاتحاد تشواركا. نتمنوا الفريقين بجوج مسيره موفقه في قادم الدورات.